المهم يا رجاله كان عندنا فكره تحدي بسيط، والتحدي فكرته بكل بساطه ان احنا نلعب ماتشات في الديفيجن، ولكن اللعيبه اللي هتسجل اهداف بدل ما يكون هيتحسب بواحد زي اي جون في الدنيا، هيتحسب بعمر اللاعب اللي سجل الهدف ده. فان شاء الله هنكونوا فاهمين يعني، ورب يكون هنعرف نوصل فكره. يعني على سبيل المثال يعني لو كريستيانو جاب جون هيبقى مثلا كده 41-0، لان كريستيانو 41 سنه، اظن كان في وسط، ويلا بينا بقى على طول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولى لمات القرن 21. هنحاول نجيب مثلا اجوان بحد زي ميسي مثلا، لان احنا كده ضمننا قول 38 جون ولا حاجه. فاهم يعني، حاجه بسيطه يعني. احط كده ليو. ايوه بالظبط كده 38 صفر يا جدعان. الحمد لله ربنا سترها بقى، مش عارف والنت عمال يعلى، ويا باي حاجه تجري يا جدع. والله العظيم يا عم بقى يا بجد، قافل الفيديو يعني فاهم. هو فين يا جدعان؟ آه مش عارفين نطلع بالكورة ده. ايوه رافينيا لوحده. ها جاف. هيعملها ولا ايه؟ هي ولا ايه؟ كين كام سنة يا جدعان؟ كين كام سنة معرفش. اه صح، على سنة جات يعني. طب ميسي كام سنة؟ يا عم بس بقى يا عم بقى جايب الزلط اصلا، مش عارف هي ماشيه معاك كده ازاي، والله عمال يقعد يباصي فاهم. ماشي ماشي يلا. تقصد كام سنة؟ والله ما عارف، بس هو احنا ان شاء الله هنجيب جون بميسي، انا لسه متمسك بالامل ده. يا جدعان مش عارفين توصلوا الكورة يا جدعان. حتى الكورة يا عم مش عارفين توصلوها، ما انتوا يا جدعان ما تبوظوا عيدي يا جدعان. حط يا ميسي. كده كده كام؟ 38 سنة 38. توصلت ده اقول مثلا 29 سنة ولا حاجة كده، فرق 10 لينا فاهمني، فايش يعني. حتى بقى 30 سنة. حرام. حرام يا كيم، حرام يا كيم. خلاص خلاص ما تبصيش. ايوه. ها حط يا خل. يا جدعان الجهاز بيعلق. والله خلد ده هتلاقيه بقاله 100 سنة باين ولا حاجة، فهو مثلا يعني مش عارف، هو معتزل في التسعينات باين اصلا، بس هو يعني احنا خلاص كده احنا يا يعني 200 سنة جون ولا حاجة. السيت اب باظ. ينفع كده يا عزيزي؟ السيت اب الخارج الماحق الساحق بتاعت قطع باظ. لايك بقى عشان نجيب سيت اب تاني، وابلع على بمجوالك. تقريبا كده يا جدعان الماتش مش هيتحسب لنا. غالبا يعني احنا خزوقنا فاهم انت، لانه هو النت علق، فمش عارف اتحسبت لي وين ولا فشخت، ولا مش عارف. على الاغلب اتحسبت لي ان انا فشخت والله العظيم، لان انا ما رضيتش يخرجني. لا فشخناش صح كده، طالما احنا وصلنا ايوه الحمد لله الحمد لله. قلت يعني خلاص الواحد يعني يزرع يتاكل ومش هنوصل وبتاع، بس يعني الحمد لله ربنا ما بينساش حد، ربنا ما بينساش حد، اهم حاجه. طبعا انا مش عارف والله في ايه الصراحه، يعني هو زي ما انت شايف هنا في ايوه الكرز بقى، من شويه كان برتقان، دلوقتي كرز، وشويه فراوله، وشويه برتقان لسه كان من شويه، وحاجه يعني تقرف. فانا بقول كفايه كده ان انا مرات تعبت والله العظيم. انا حابب الكلام ده، بس كده عندك فيديو النهارده اللايك باظ بسبب الكلام الجميل دوت فاهمني. كل تحديات في الكومنتات والله ما عارف، شويه برتقان شويه كرز شويه فراوله شويه موز شويه تفاح، فيا جدعان احنا زهقنا يعني، خلاص السلام عليكم.